بعد ما تتخرج من الكليه وربنا يكرمك بعد كام انترفيو كده وتتقبل في شركه احلامك اللي كنت بتحلم بس تعدي من قدامها وانت في الكليه، تتعين فيها فعلا وتروح وتبتدي شغل وتبتدي تتعرف على الناس والناس تعرفك، بس بعد كام يوم تبتدي فكره تدخل لدماغك انك غير مؤهل انك تشتغل في المكان ده او وسط الناس دي، وان انت بس الحظ خدمك في الانترفيوهات ان انت دخلت لانه ما كانش في حد معاك كواليفايد في الوقت ده او مؤهل احسن منك. يعني من الاخر انت كنت احسن الوحشين، فهم اضطروا ياخدوك علشان يملوا بيك بس المكان، وان هي بس مساله وقت وكل اللي حواليك دول هيبتدوا يشوفوا انك مش شاطر كفايه او مش في نفس مستواهم من المهاره علشان تعرف تشتغل معاهم، وينتهي بيك الحال انك بعد ما كنت طاير من الفرحه ومبسوط انك دخلت المكان اللي انت كان نفسك تشتغل فيه، تلاقي نفسك قاعد طول الوقت متقدر وخايف وعمال تشكك في قدراتك ومهاراتك. عايز اطمنك واقول لك انك لو مريت بالتجربه دي قبل كده او الاحساس ده قبل كده فانت مش لوحدك. الدراسات والتجارب اللي اتعملت قبل كده لقت ان اكتر من 70% من الناس بيمروا بالشعور ده على الاقل مره في حياتهم، ان هم يحسوا ان هم خدوا الحاجه دي وهم مش مستحقين ليها كفايه، او بمعنى تاني بيحسوا ان هم نصابين او محتالين. ومن هنا نستنتج اسم الحاله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، وهي متلازمه المحتال او الامبوستر سيندروم. طيب ايه هي الامبوستر سيندروم؟ هحكي لك. متلازمة المحتال دي تقدر تقول كده انه تم اكتشافها او التعرف عليها في قعدة ستات كده كانوا قاعدين يفضفضوا في 1978، وده لما جه اتنين من علماء النفس وهم بارلين كلانس وسوزان ايمس، ودول كانوا اساتذه في جامعه اسمها اوبرلين كوليدج، وهم قاعدين في قعده صفا كده مع بعض وبيحكوا، لقوا ان كل واحده فيهم عندها نفس الاحساس من ناحيه تواجدها في المكان اللي هي فيه دلوقتي او في المنصب اللي هي فيه دلوقتي، وحاسين ان مهاراتهم وعلمهم اقل بكتير من ان هم يكونوا موجودين في جامعه كبيره زي دي او بيدرسوا للطلاب في الجامعه دي. وطبعا علشان الستات فراكين وقعده زي دي مش هتعدي بالساهل، كل واحده فيهم قعدت تسال الطلبه بتوعها كل شويه هل الاحساس ده بيجي لهم ولا لا، وكانت المفاجاه بالنسبه لهم ان هم اتفاجئوا انه فعلا في طلبه كتير بيقولوا لهم انا الاحساس ده بيجي لي، واوقات كتير بحس ان انا مش مؤهل كفايه ان انا اكون موجود في الجامعه دي، وان اللي وصلنا له ده وصلنا له بالحظ، ودايما بنبقى خايفين اننا نفشل وما نكملش. ومن هنا استنتجوا ان الموضوع ده منتشر، بس الناس بتبقى خايفه ان هي تتكلم. ما هو برده مش منطقي ان واحد من العدم كده يجي يقول انا حاسس ان انا مش كفايه عشان ابقى موجود معاك، او ان انا جيت هنا بالحظ او بالغلط. ومن هنا لقوا ان الموضوع ده ظاهره موجوده عند ناس كتير، زي ما قلت لك حوالي 70% من الناس، واطلقوا عليها اسم ظاهره المحتال او امبوستر سيندروم. والامبوستر سيندروم دي هي ببساطه الشعور الغير مريح اللي بيجي للانسان بان هو غير مؤهل وغير مستحق للانجاز اللي وصل له، برغم ان الانجاز اللي وصل له ده هو من تعبه ويستحقه فعلا. طيب تفتكر ايه الاسباب اللي ممكن تخليك تقع تحت متلازمه المحتال او الامبوستر سيندروم؟ اول حاجه وهي طريقه التفكير الغلط. روبرت جرين في كتابه قوانين الطبيعه البشريه بيقول لك your brain is not your friend، يعني من الاخر كده مش اي حاجه عقلك يقولها لك تصدقها، لان عقلك هو مش صديقك. واحد من انماط التفكير الغلط دي اللي بنقع فيها وهي انك دايما تكون بتسعى للكمال، ودي معضله كبيره وموضوع اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده، هسيب لك اللينك بتاعه. بس باختصار كده ان انت دايما في اي حاجه بتعملها عايز ان هي تكون ولا غلطه، كل حاجه جديده بتتعلمها عايز تتعلمها في يوم او يوم ونص، تبقى شايف نفسك بتفهم في كل حاجه واي حاجه. وبما ان الكلام ده مش هيحصل بالصوره اللي في دماغك او الصوره اللي انت بتفكر فيها، فهتلاقي نفسك دايما بتصطدم بالواقع، الواقع اللي هو غير كده تماما، ومن هنا هتبتدي تحس انك غير كفء ومش شاطر كفايه، وانك كل اللي وصلت له ده وصلت له بالحظ. وعلشان كده اغلب الناس اللي بتقع تحت متلازمه المحتال بيبقوا فعلا اشخاص اذكياء اجتهدوا ووصلوا للنتيجه اللي هم فيها دلوقتي دي او المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي نتيجه لتعبهم ومجهودهم مش للحظ. وهنا يحضرني موقف عن اول متلازمه محتال وقعت فيها في حياتي، وهو لما كنت في امتحان الاحياء في ثانيه ثانوي، وكان الامتحان في السنه بتاعتي دي جاي طويل جدا، كان بيبقى عباره عن 6 اسئله وانت تختار منهم 5 اجباري، يعني حل اي 5 من الست. المهم اني حليت الامتحان الست اسئله كلهم مش 5 في ساعه ونص، وهو الامتحان اصلا 3 ساعات. وبعد ما خلصت ورميت القلم قدامي كده بكل كبرياء زي ما القرموط رمى النضاره، ببص جنبي واللي كان قاعد جنبي في الوقت ده طلع الرابع على الجمهوريه، وانا عارف ان هو حد عبقري، لقيته لسه بيبدا في السؤال الرابع، يعني يا دوب في نص الامتحان. خدت بصه ورايا كده لقيت لك كل اللجنه شغاله كتابه، واللي حاطط ايده على راسه واللي خلاص قرب يعيط، لدرجه ان انا فعلا اتوترت جدا في الوقت ده، وابتديت اشك في نفسي وفي اجاباتي. وصلت لدرجه ان انا ابتديت اراجع مش علشان براجع او بتشيك على الاجابات بتاعتي، انا كنت براجع بهدف ان انا الاقي يا اما حاجه غلط او مش متاكد منها، او اني اكتشف اني ناسي حاجات انا ما حلتهاش. ما هو مش طبيعي ان انا اخلص بدري في نص الوقت دونا عن كل اللجنه، وخصوصا
الراجل اللي جنبي. المهم رجعت وخلصت وسلمت الورقه، خلاص ما هو يعني هعمل ايه؟ وفضلت شاكك في نفسي ومقتنع ان انا خلصت بدري نتيجه ان انا كنت بكتب بسرعه مثلا، او نتيجه ان حظي خدمني وجات الاسئله اللي انا كنت عارفها، مش علشان انا كنت شاطر ومذاكر كويس. فضلت مقتنع بده ليوم النتيجه، وظهرت النتيجه ولقيت ان انا جايب 49 من 50 في الاحياء، ولغايه دلوقتي مش عارف الدرجه دي راحت فين. نرجع لمرجوعنا، وهي انماط التفكير الغلط اللي بتخليك تقع تحت متلازمه المحتال. وتاني نمط تفكير غلط انت بتقع فيه، وهو العكس بقى عن اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، وهو انك تبقى بتفكر في نفسك تفكير بيقلل منك، زي ان انت اصلا غبي وفاشل ومش بتعرف تتعلم اي حاجه جديده بسهوله، فلما تيجي تعمل حاجه وتخلصها او تنجز حاجه وتنجح فيها، مش هتنسب الحاجه دي لنفسك نتيجه للفكره اللي في دماغك عن نفسك، هتنسبها للظروف والحظ. طيب هو ايه اصلا اللي ممكن يخلي عندك انماط التفكير الغلط دي، سواء انك تكون شخص بيسعى للكمال او انك شخص واخد فكره مشوهه عن نفسك انك غبي وفاشل؟ اجابه السؤال ده هي اللي هتودينا لتاني سبب، وهو السياق او البيئه اللي انت عايش فيهم، بدايه من اسرتك وطريقه نشاتك لغايه الناس اللي انت محوط نفسك بيهم دلوقتي، سواء من اصحابك او زمايلك في الشغل. فانت مثلا لو نشات في اسره كانت دايما بتدفعك انك تعمل كل حاجه صح، بس طريقتهم معاك ما كانتش صح، زي انه دايما بيركز على الحاجه الناقصه اللي ما جاتش، او الدرجه اللي انت نقصتها، او اي حاجه عموما ما اتعملتش، ويهمل كل الجانب اللي اتعمل. ده هيخليك تكبر وانت دايما باصص للحاجه الناقصه اللي ما اتعملتش، وده هيخليك مع الوقت مش قادر تتبسط بالانجازات اللي انت عاملها، ممكن اصلا ما تبقاش شايفها. فلو انت نشأت في مناخ اسري ما كانش بيقدم لك دعم نفسي كفايه، وانه دايما يكون بيشجعك على الحلو اللي انت بتعمله، وكان دايما بيقلل من مهاراتك وانجازاتك، فانت كده للاسف هتكبر وانت نظرتك لنفسك مشوهه، شايف نفسك قليل وشايف نفسك انك مش هتقدر تنجز اي حاجه. لو انت في شغل وحواليك زمايلك او مديرينك بس هم دايما مش بيشجعوك، بيقللوا على طول من شغلك ومن الحاجات اللي انت بتعملها، ده برده مع الوقت هيخليك تبص لاي شغل بتعمله او بتنجزه انه مش بسبب شطارتك ومهارتك، ده بسبب الحظ او الظروف. طيب السؤال المهم بقى، لو قفشت نفسك واقع تحت متلازمه المحتال، تعمل ايه علشان تتخلص من الاحساس الغتت ده؟ اول حاجه اعرف انك مش لوحدك، اغلب اللي انت شايفهم حواليك دول عندهم نفس الاحساس بس مش بيجوا يقولوا، فتيك ايزي وما تحطش في بالك. ممكن تنقي حد من اللي حواليك دول انت بتحبه وبتثق فيه وبتعرف تتكلم معاه، زي ما سوزان ايمس كده عملت مع صاحبتها، يمكن تطلعوا لنا بنظريه جديده كده مثلا ومحدش يعرف يكلمك. تاني حاجه ممكن تعملها او تساعدك في الموضوع ده، وهو انك تعرف نفسك كويس، تعرف انت كويس في ايه ومش كويس في ايه، تعرف المهارات اللي عندك دلوقتي وتنميها، وتعرف ايه المهارات اللي مش عندك وعايز تكتسبها وتبتدي تشتغل عليها. ومن هنا هتبتدي تتراك يور سيلف، او انك تاخد بالك من الحاجات اللي انت بتعملها او الطريق اللي انت ماشي عليه، وساعتها هتبقى عارف انك انجزت الحاجه اللي انت لسه عاملها دلوقتي دي، علشان دي واحده من ضمن مهاراتك والحاجات اللي انت شاطر فيها وبتعرف تعملها. هتبقى عارف انك ما عرفتش تعمل الحاجه الثانيه دي كويس علشان دي لسه مهاره انت بتشتغل عليها وبتنميها في نفسك، مش علشان انت فاشل. فعادي انك دلوقتي لو عملتها تغلط فيها او ما تطلعهاش باصح شكل، وصدقني لو عملت الحاجات دي هتلاقي انك كل يوم نسخه احسن من اليوم اللي قبله. ثالث حاجه تحاول تعملها، وهي انك ضروري تتخلص من فكره السعي الى الكمال. افهم كويس انه السعي للكمال دي فكره ممكن تكون بترجعك لورا اكتر من ما تكون بتدفعك لقدام، وده لو هو اللي سيطر عليك مش انت اللي سيطرت عليه. عادي انك تغلط وتتعلم، عادي ان يجي عليك وقت وما تنجزش فيه حاجه زي ما كنت متوقع او مخطط، عادي مش نهايه الدنيا. كافئ نفسك دايما على الخطوات الصغيره او الحاجات الصغيره اللي انت بتتعلمها، وما تقللش من مجهوداتك حتى لو هي صغيره. شجع نفسك باستمرار لحد ما توصل للي في بالك. رابع حاجه تعملها، وهي انك ما تقارنش انجازاتك بانجازات غيرك. كل واحد فينا عنده ظروفه ومهاراته وقدراته وحاجات ساعدته وحاجات عطلته انت ما تعرفهاش، فدايما قارن انجازاتك بانجازاتك انت برضو قبل كده. حاول انك تكون احسن من نفسك انت امبارح، مش احسن من فلان اللي انت حاطه قدام عينيك. وفي الاخر لو جيت سالتني عن رايي في متلازمه المحتال دي، هقول لك ان شايف ان هي حاجه كويسه وحلوه، لان هي فرصه كويسه انك اول ما تحس بيها تبتدي تعرف نفسك اكتر وتطور من نفسك اكتر، بدل ما تقعد تفكر انك ما تستحقش الانجاز ده او المكان اللي انت فيه دلوقتي ده، او انك اقل واحد في اللي موجودين. ففي الاخر الاختيار ليك، يا اما تفكر كده يا اما تفكر كده. فلو مر عليك وقت قبل كده وحسيت بمتلازمه المحتال انك وقعت فيها، اكتب لي في الكومنتس الموقف اللي خلاك تحس بكده، وبعد ما تكتبه لي في الكومنتس اعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.